بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد ان شاء الله تبارك وتعالى. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض الكيكة الشاهقة الجميلة جدا ديت. مكوناتها بسيطة جدا في كل بيت، هيكون منظرها حلو جدا زي ما حضرتك شايفة كده. الطعم بتاعها فوق الوصف، جميلة جدا تشرفك في العزومات. ممكن تاكليها لوحدها كده، وممكن تاكليها مع كوباية شاي في الفطار او في الغداء. مكوناتها بسيطة جدا زي ما قلت لحضراتكم، هي عبارة عن بيضة واحدة بس. منظرها جميل. اطلب من حضرتك لو حضرتك جديدة معايا في القناة تحطي لي لايك علشان الفيديو يرتفع، وتكتبي لي تعليق حلو زي حضرتك. ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دلوقتي 2.5 كوباية من الدقيق المنخول. بنخله 3-4 مرات علشان ندخل الهواء جوه الدقيق ونضمن نجاح الكيك، وكمان ان الكيك بتاعنا يكون هايش زي ما حضرتك هتشوفي بعد كده. طبعا حضرتك يا ريت تعبري الدقيق بالمعلقه، افضل واحسن. زي ما حضرتك شفتي كده، يبقى معلقتين ونص، معايا 2.5 كوباية من الدقيق بنفس المج بتاع الشاي اللي حضرتك شفتيه. دي معايا دلوقتي ان شاء الله كوبايه من السكر الحبيبات العادي بتاعنا الموجود في كل بيت. بنفس المج برضو اللي عبرت بيه الدقيق هعبر السكر. معايا دلوقتي 5 برتقانات، هبدأ اقشرهم زي ما حضرتك شفتي كده. ابشريهم افضل لان احنا هنحتاج بشر البرتقال ده داخل الوصفة بتاعتنا. بشر البرتقال يا حبيبة قلبي هيديني طعم حلو جدا. طبعا بشيل القشرة البيضة دي، ما بستخدمهاش لان انا هعصر البرتقال ده دلوقتي في الخلاط بتاعي. والقشرة البيضة دي يا ست الكل بتمرر لو انا عصرتها في الخلاط. وبعد كده زي ما حضرتك شايفة، ولازم يا ست الكل اشيل البذر بتاعي من البرتقال علشان برضو ما يمررش معايا اثناء عصره. ولازم طبعا ننخل الدقيق 3-4 مرات علشان خاطر الهواء يدخل جوه الدقيق. وده معايا كيس بيكنج باودر 16 جرام، لازم يتنخل برضو علشان ما يبقاش فيه كلاكيع، ويبقى معايا العجين ناعم وهش. وطبعا لما بننخله مع الدقيق لازم نقلب كويس جدا جدا علشان حبيبات البيكنج باودر تتخلي الحبيبات الدقيق. ومعايا دلوقتي انا عصرت طبعا البرتقال اهو، هاخد كوبايه واحده بس من عصير البرتقال الفريش الطازه. طبعا انت بتحطي ما حطيتش ولا نقطه ميه بصراحه في الخلاط. زي ما انتم شايفين كده بنزل بقى بيه كوبايه عصير البرتقال في الخلاط بتاعي تاني. وبعدين حضرتك بتجيبي نوع زيت نضيف زي ما انت شايفه كده، وبتاخدي منه كوبايه واحده بس من الزيت. يبقى معانا كوبايه من عصير برتقال وكوبايه زيت من النوع النضيف، وتكون ريحته حلوه وجودته كويسه. ببدأ بقى يا ست الكل بنزل كمان بكوبايه الزيت بتاعي فوق كوبايه عصير البرتقال في قلب الخلاط زي ما حضرتك شايفه كده، سرسوب رفيع. وبنزل كمان بكوبايه السكر في الخلاط برضو. وبجيب بيضه يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفه كده، بيضه كبيره، بيضه حجم كبير بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش ساقعه علشان خالص ما تبوظليش، علشان خاطر ما تبوظش معايا الوصفه. وبنزل بالبيضه كمان في قلب الخلاط زي ما حضرتك شايفه، وبضرب كويس جدا جدا جدا. الخلاط بتاعي بضرب فيه المكونات كلها. لازم المكونات بتاعتي تنضرب كويس وتعمل فوم وتعلى معايا كده علشان خاطر ضمان نجاح الكيك بتاعي. ودي صينيه مبطنه بالزيت، بدهنها زيت وبدهنها رشه من الدقيق. بجيب بقى يا ست البنات طبق غويط وبنزل بالخليط بتاعي من الخلاط زي ما حضرتك شايفه اهو. بنزله كله، ما تسيبيش في قلبه اي حاجه. ودي معايا بعد كده يا ست الحبايب بنزل بنص معلقه كبيره من الفانيليا السايله. لو مفيش فانيليا سايله بنزل بفانيليا، بكيس واحد من الفانيليا البودر، مفيش اي مشاكل. وبقلب كويس جدا 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 زي ما حضرتك شايفه كده. وبعدين بنزل بالدقيق ان شاء الله على مراحل. ما بنزلش بالدقيق بتاعي مره واحده، لاني لو نزلت بالدقيق بتاعي مره واحده على الخليط السايل العجين بتاعي هيتكتم، وهتبقى الكيك بتاعي مكتوم ومش هش خالص. فناخد بالنا من الملاحظه ديت، ان لازم الدقيق يكون منخول كويس جدا. وكل يا ست الكل ما يختفي الدقيق معايا بنزل بحبة تانيين من الدقيق،
وبقلبهم كويس جدا 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 زي ما حضرتك شايفة. طبعا الخليط بتاعي السايل بقى جميل جدا ما شاء الله، فاتح ازاي زي ما حضرتك شايفة تبارك الرحمن. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسينيش باللايك، واكتبي لي تعليق حلو زي حضرتك، ويا رب يحسن ما بين ايديا وما بين ايدين حضرتك ان شاء الله. زي ما انت شايفه اهو، نزلت كل الخليط يا ست الكل، ما شاء الله ناجحه جدا، وهتدعوا لي عليها باذن الله لما تاكلوها. لازم حضرتك تخبطي الصينيه كده كذا خبطه علشان خاطر تطلعي الهواء اللي جواها، وكمان بتتسوى معانا. يعني بتبقى مستويه كده، مش حته عاليه وحته واطيه. بالنسبه للتسويه احنا متعودين ان احنا بنحط الكيك في الرف الاوسط في الفرن. لا، المره دي هنرفع الرف اللي هنحط عليه صينيه الكيك، هنرفعه فوق النص برف. يعني مش هنحط الرف اللي هنسوي عليه الكيك في نص الفرن، لا هنرفعه لفوق برف. ودرجه الحراره عندي انا عليتها في الاول على درجه حراره 180 درجه، قعدت معايا حوالي نص ساعه على 180 درجه. وبعد كده يا ست الكل وطيتها لحد درجه حراره 160، وطفيت من تحت وولعت الشوايه، وقطعت وقدمتها لحضراتكم زي ما شفتوها زي الفل كده. وكمان كنت عامله لهم كشري، و يا رب الفيديو يعجبكم ويحوز على اعجاب حضراتكم. وكنت برضو غاسله البوتاجاز وغاسله الحوض والمواعين، وشكرا جزيلا لحضراتكم. خلي بالك فرني غير فرنك، اظبطي تسويه الكيك عندك حسب فرنك علشان الكيك ما يتحرقش من حضرتك. مع السلامه.